ازيكم عاملين ايه؟ انا هبه ودي قناتي. يلا مع بعض النهارده نعمل القرنبيط بطريقه سهله لذيذه جدا واقتصاديه جدا جدا. مش هنستخدم لا زيت كتير ولا بيض كتير زي الطريقه التقليديه بتاعتنا. ولو عجبتكم طريقتي النهارده اعملوا لايك وشير واشتراك في القناه بتاعتي ويلا نبدا. قرنبيطه مقاسها وسط، هنشيل الورق الاخضر الاول ونقطعها بالشكل ده، واغسليها بقى كويس قوي. وبعدين حله على النار، حطي نصها ميه، وضيفي للمية معلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة كمون. وبعد كده هنسيبها بقى لحد ما تغلي قوي، وهنضيف لها القرنبيط. سيب القرنبيط حوالي ربع ساعة يتسلق لحد ما تختبريه بالسكينة أو بشوكة كده تلاقيها بتدخل فيه بسهولة. يبقى هننزله. بعد ما تنزليه حطيه في مصفى، صفيه كويس واغسليه بالمية الباردة قوي علشان نوقف السوى بتاعه. أخدته بقى في بره كده وبدأت أقطعه حتت صغيرة، قطعيه حتت صغيرة على قد ما تقدري. وهنحضر بقى دلوقتي الخليط اللي هنضيفه للقرنبيط. في بولة بره كده هتحطي كوباية لبن حليب، وكوباية اللبن اللي حطيتها مقاسها 250 ملي، اللي هي الكوباية المعيارية، 250 ملي. هنضيف لها بيضتين، وهنضيف لها طماطماية مبشورة، و فص توم واحد مفروم، شوية كزبرة خضراء وعرق واحد بس كده من الشبت، هتقطعيهم صغير قوي بيدي طعم جميل للخليط ده. معلقة خل أبيض، رشة فلفل أسود بس رشة كبيرة يعني شوية، معلقتين زيت، وده كل الزيت اللي هنستخدمه في الوصفة النهاردة. معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة بابريكا، نص معلقة شطة وده اختياري. وبعد كده معلقة بقى صغيرة مليانة كويس كده بيكنج باودر. حطيت بقى 3 معالق دقيق كبار، وضربت بقى الخليط ده بمضرب البيض اليدوي كده الأول، فلقيته خفيف شوية، ضفت له معلقة دقيق رابعة. يبقى كده استخدمنا 4 معالق دقيق لكوباية اللبن. كده كويس قوي. حطيت بقى الخليط على القرنبيط وتقلبيه كويس كده، تخلطيه كله يعني في بعض كويس. وبعدين الصينية اللي هستخدمها دهنتها زيت أو دهنيها سمنة براحتك. الفرن مولعينه على درجة حرارة 200. حطيت نص الكمية في أول صينية كده ودخلتها الفرن على كده، دي اقتصادية جدا بقى. طلعتها بعد ربع ساعة، دهنت الوش سمنة ودخلتها الشواية 5 دقايق. أما التانية يعني أقل اقتصادية شوية منها، لأن حطيت باقي القرنبيط فيه. وبعدين كان عندي بقى حبة عصاج عصاج لحمة يعني، حطيته كده وحطيت فوقيها شوية جبنة موتزاريلا ودخلتها برضو الفرن. الرف اللي هو أقرب واحد للصاج، ربع ساعة من تحت و5 دقايق. رشيت رشة بابريكا كده بتدي لون حلو للوش. طلعت بقى بالجمال ده. الاتنين أحلى من بعض، وما استخدمناش زيت كتير ولا استخدمنا بيض كتير عن الطريقة التقليدية بتاعتنا. وبألف هنا. ولو عجبتك طريقتي النهاردة اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.